هل الوقت مناسب لطرح هذه القضية والوصول فيها لقرارات أو لاتفاقات، ولا ممكن يكون مش من مصلحتنا الآن إن وإحنا مش مرتبين ورقنا والمجلس العسكري منشغل بمشاكل كثيرة ومفيش قوة أخرى بتضغط وتضبط تفاصيل هذا الاتفاق؟ لو انتظرنا لما يبقى فيه مجلس شعب ومجلس شورى وفي والقوات المسلحة متفرغة للمهمة ونقعد بقى نتفاوض. صحيح. إنما الآن أنا زي بقول الجسم المتحرك، صحيح. أي حاجة متحركة لما تزقها تقع، إنما لما تثبت وتستقر بيبقى صعب إنك أنت نفس الزقة، صحيح. توقعها. ولا لا، خير البر عاجله، وإن نعدل معاهم الأمور ونسكنها قبل ما يجي الإسلاميين ويقرفونا زي ما هم ممكن يكونوا متصورين ويقعدوا يتشددوا؟ ولا لا، ده نأمن وناخد اللي ناخده أحسن من ما فيش مبكرا؟ يعني أنا حقيقي بتفق تماما معك دكتور عاطف، وإن لما تيجي دعوة من الكيان الصهيوني للحوار يجب أننا أتشكك مباشرة، وأنها بتعمل كل شيء لمصلحتها ولمصلحتها الأمنية بالدرجة الأولى. ده بيشير أنها متأذية مما يحدث على الحدود المصرية الفلسطينية، لأن دي أرض فلسطين، عمر ما اعترف بأنها أرض صهيونية. هي أولا ضد المقاومة، ومع تكفيف منابع السلاح للمقاومة الفلسطينية، ومع تجديد الحصار لأهلنا في غزة. لكن هذا لا يمنع زي ما حضرتك تفضلت لما يبقى عندنا مجلس شعب منتخب يعبر عن إرادة الأمة إن احنا نفتح كل ملف كامب ديفيد، وليس ملف الأمني فقط. احنا ليه ما نفتحش الملف الاقتصادي ونشوف موضوع البترول ونشوف موضوع الغاز؟ ليه ما نفتحش الملف السياسي أيضا؟ موضوع يعني البترول اللي هو موضوع البترول، اتفاقية كامب ديفيد بتشترط على مصر تصدير نسبة من البترول من سيناء للكيان الصهيوني. ده من ضمن اتفاقيات. متأكد؟ انت متأكد؟ متأكد نعم. تماما في مقابل انسحابها. اما موضوع الغاز ده موضوع يعني بقى ايه؟ موضوع عمالة وانبطاح وفساد مادي من أهل الحكم السابقين، أهل الحكم البائدين، حسين سالم ومشاركوه من الرئيس ونجليه، حتى إن أحداث شرم الشيخ اللي حصلت ونسبوها للمصريين ولبدو سيناء وغيرها كان ده خناقة على العمولة بتاعة تصدير الغاز بين حسين سالم ونجلي الرئيس. شكرا ياسر عبد الرازق رئيس هيئة دفاع المتطوعين عن الرئيس السابق، ان فريق المحامين الكويتيين اللي بيضم 10 محامين متطوعين للدفاع عن الرئيس هيصل للقاهرة اوائل هذا الاسبوع القادم، وخدوا تصاريح عشان يحضروا يعني المحاكمة، وان هو حضورهم يعني شرفي اكتر منه يعني قانوني، او رمزي اكتر منه قانوني. يعني هل ده يعني يعبر عن شيء او يؤثر على العلاقات اللي بين الكويت ومصر، ولا ناخده ببساطة طيب، يعني انا حقيقي اود ان اشير اولا في قضية اخونا المهندس الاستشاري اللي تم حبسه 5 سنوات. انت مهندس استشاري. انا مهندس. انا اقول ان للاسف الشديد ده يشير الى الكارثة الكبرى اللي مارسها النظام السابق بفرض الحراسة على نقابة المهندسين. لأن لو نقابة المهندسين بعافية زي ما بيقولوا كانت هي تستطيع أن هي تتدخل وتشوف وضع هذا المهندس الاستشاري وتدافع عنه، وأؤكد أمام قاضيه الطبيعي وليس أمام المحاكم العسكرية. بس احنا عاوزين ما ننساش يا دكتور مجدي ان احنا زي ما احنا معترضين على المحاكمات العسكرية للمدنيين، بنعترض وبشدة على يعني هوجة البناء بمخالفات للقوانين المختلفة سواء في أراضي زراعية أو في المدن المختلفة. وإنه زي ما كنا بنشوف امبارح كان معانا إخواننا هنا قالوا إن العمارة الدور بيتعمل في 5 أيام، وده طبعا هيبقى قايل للسقوط لأنه هو بيعمل مخالفة بسرعة وبيخلص.
انا برضو يعني شوف، انا ادين معك البناء بدون تشخيص، لكن يا دكتور عاطف الناس بتعمل كده ليه؟ لازم نشوف السؤال، لازم نشوفه لحاجتين. اولا لان مفيش ارض تبني عليها، مفيش محاور تنميه حقيقيه خارج هذا الوادي الضيق. نمرة 2 ان في فساد ما زال موجود في المحليات بيعوق بس دي مبررات يعني انت لا 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 ابرر، انا لا ابرر، أنا تفسير للظاهره. انا لازم احلل الظاهره، اشوف اسباب الظاهره اولا معايا حضرتك، علشان اذا اردت ان تطاع فامر بما هو مستطاع، وبعدين بقول في النهايه يكون في تنظيم مهني يستطيع ان هو يشارك بالراي المهني والفني، خاصه ان قانون البناء الاخير حمل المهندس الاستشاري كل المسؤوليه، يعني رفع المسؤوليه عن المالك، وبالفعل حمل المسؤوليه للمهندس الاستشاري حتى في مخالفه خط التنظيم، علشان يعني يخفف عن مهندس الاحياء. يعني انت روح خالف زي ما انت عايز، واحنا لا هنراقب ولا هنراجع ولا هنبص مهندسين الاحياء، وتبقى المخالفه كلها واقعه على المهندس الاستشاري. كل ده تم في غيبه نقابه المهندسين. بالنسبه لمبارك، انا حقيقي معاه في ان هو يقول يكتب اللي هو عايزه زي اي محبوس احتياطيين، بس بقى يطبق عليه ما يطبق على المحبوسين الاحتياطيين، يلبس البدله البيضاء، يروح سجن طرة، يروح مستشفى طرة اللي اتحط فيه كل الناس، يتحط في زنزانه انفراديه، مراته ما تبقاش جنبه، ما يتمش الاتصال بباقي المتهمين، ليس على مبارك فقط لكن ايضا على عصابه ال40 حرامي الموجودين في بورتو طرة، ومعاهم ال40 شيطان بتوعهم، 80 واحد عمالين يخططوا مع بعض الافساد القضائي، ما يتحطوش في حبس انفرادي، ما يتوزعوش على السجون. اخر حاجه هذه المحامين اللي موجودين، ده بيعكس ان في غضب شعبي ضد مبارك، وان مفيش محامي حر وجريء ووطني ينبغي للدفاع عن مبارك، مفيش غير فريد الدين واشباه فريد الدين. دول جايين يدافعوا عن الرئيس، مش انا عارف هم جايين يدافعوا، لان مفيش مصريين يدافعوا غير فريد الدين واشباه فريد الدين. فريد الدين المدافع، بس في مصريين بيدافعوا قليلين، مش زي دول، وما لهمش اسم، واذا شاركوا هو علشان يبقى لهم شو اعلامي وشو، ما فيش منهم مشهور غير فريد الدين محامي السفاره الصهيونيه والكيان الصهيوني في مصر. جزاك الله خيرا. معنا اتصال الجواسيس.